لما تيجي سيرة فترات حزام العالم الأسطورية، واحدة من أكتر الفترات الأسطورية بحزمة العالم في الألفينات هي فترة باتيستا الأولى بحزام العالم، لأن هي كانت فترة طويلة قعدت 282 يوم ومليانة بالأحداث، وبدأت بداية قوية ولازم وأكيد نتكلم عنها، لأن ده يعتبر تكملة للفيديو اللي فات بتاع قصة صعود باتيستا للقمة وفوزه بحزام العالم. فارجع شوفه عشان جامد، واتكلمنا فيه عن قصة فوز باتيستا بالحزام وبداية عداوته مع تريبل اتش. وطبعا الفيديو ده فكرة أخونا كيكو من الجزائر، فأحلى مسا عليك يا عمنا وعلى شعب الجزائر الجميل. ويلا بينا، لو عايز تعرف قصة فوز باتيستا بحزام العالم كلها بالتفصيل ارجع للفيديو اللي فات، بس انا هختصر الاحداث في السريع كده. بعد طرد راندي اورتن من ايفولوشن بعد فوزه بحزام العالم في سمر سلام 2004 وفشل فترته بحزام العالم وفشله كفيس عامه، الدبليو دبليو اي بدات تعمل بناء بطيء للانقلاب بتاع باتيستا على تريبل اتش عشان تتفادى الاخطاء اللي حصلت في قصه راندي اورتن، ويحصل شد وجذب وتريقه بين الاتنين، وباتيستا يبدا يقتنع بنفسه اكتر واكتر وان هو يقدر يكسب تريبل اتش وحب الجماهير ليه يزيد، وهو كمان يبدأ يقتنع ويحس بده، وباتيستا يكسب رويال رامبل 2005، وبعدها تريبل اتش يحاول يشتته ويبعته سماك داون عن طريق جي بي ال، وكل ده يوصل لنقطة الانفجار في عرض الرو يوم 21 فبراير 2005 لما ياخد قرار ان هو هيفضل في رو ويواجه تريبل اتش على حزام العالم في المانيا. وبالفعل باتيستا يكسب تريبل اتش ويبقى بطل العالم ويصححوا الغلطة اللي عملوها مع راندي. ففي عرض الرو اللي بعد المانيا باتيستا بدأ فترته بدفاع عن الحزام ضد زميله السابق في ايفولوشن راندي اورتن. باتيستا كسبه كلين بالباتيستا بومب، وتحس هنا راندي اورتن اقل من باتيستا، على عكس لما الاتنين اتواجهوا قبلها بكام شهر كنت تحس باتيستا هو اللي اقل من اورتن، بس دلوقتي الحاله اتبدلت وباتيستا هو المتفوق واعلى. وبعد الماتش تريبل اتش يطلع ويحيي باتيستا ويبين ان هدفه هو حزام العالم، وطبعا بعد الماتش هيتعلن ان باتيستا ضد تريبل اتش على الحزام في باكلاش. بس قبل الماتش في الاسبوع اللي بعده باتيستا اتكلم عن فوزه في المانيا وقال انا كنت عارف ان انا لما اكسب حزام العالم هبقى رجل مستهدف، ده قانون الغابه، بس انا رافض ابقى ضحيه اي حد، انا النجم، انا الصياد، انا بطل العالم للوزن التقيل، وانا على قمه الهرم الغذائي. I'm the man. I'm the predator. I'm the world heavyweight champion and I'm the top of the food chain. ولو حد دماغه هتجيبه عشان ياخد الحاجه اللي اجتهدت جدا عشان احصل عليها زي تريبل اتش في راس المانيا وزي راندي اورتن الاسبوع اللي فات، انا همضغك واتفك وانا هستمتع بده، دي الغابه بتاعتي. Just like Triple H at WrestleMania and just like Randy Orton last week, I will chew them up, spit them out, and I'll enjoy doing it. This is my jungle. وتريبل اتش لو انت باصص في عيني وشايف خوف يبقى انت باصص في الانعكاس بتاعك في المرايه. Triple H, if you're looking in my eyes and seeing fear, I think you're just looking at your own reflection in the mirror. وتاني انت مستهين بيا، وتاني ده هيبقى سبب الانهيار بتاعك. انا مش مخطط ان انا ابقى بطل العالم 10 مرات، بس انا مخطط ان ابقى بطل العالم لاطول فتره انا عايزها. I don't plan on being 10-time world champion, but I do plan on being the world champion for as long as I want. وفي الطريق لباكلاش تريبل اتش كان بيحاول يدافع باتيستا. في برمنجهام في انجلترا كان عايز كريستيان يدمر باتيستا، وفي الفتره دي كريستيان كان شعبيته كبيره جدا لدرجه ان هو هيواجه باتيستا في المين ايفنت. وفي نفس الليله دي باتيستا اتريق على تريبل اتش اللي خسر من جي ار الاسبوع اللي قبله، وقال ان جي ار المفروض يبقى في مكان تريبل اتش في باكلاش، وده اللي عصب تريبل اتش. باتيستا شغل الفيديو تاني وكان شكل تريبل اتش ان هو هيتجنن، بس لما شاف باتيستا ان هو هيسخن ويواجهه فتريبل اتش قرر يرجع الكواليس، فالجمهور حفل على تريبل اتش. اللي قال ان هو هيحط على باتيستا في باكلاش. باتيستا رد ان في باكلاش ده هيبقى ملكه اللي هو حزام العالم. Batista, at Backlash, your ass is mine. At Backlash, this is mine. اما بقى كريستيان كان واثق في نفسه، الجمهور كان متفاعل جدا مع كابتن كاريزما وريك فلير برضه. Big night tonight. Huge night tonight. What are you talking about? You don't really care because right now all we're talking. اللي كان عايز كريستيان يخلص على باتيستا وبعدها تريبل اتش هيخش وياخد الباقي. كريستيان يرد بان تريبل اتش مش هيعمل اي حاجه لان دي ليله كريستيان، وبعدها يطرد ريك فلير. Escort Mr. Flair to my dressing room. Right now. I got things to do. وفي نفس الليله كريستيان خبط على باب ريك فلير، وفي اللحظه دي كان خايف ان هو يتدشمل من باتيستا واعتذر عن اللي عمله في اول الليله. تريبل اتش يطلع اللي ما كانش عاجبه اللي قاله كريستيان على انه يروح سماك داون ويواجه مايكل كول. كريستيان كان بيتعامل عادي. Michael Cole, huh? That was a joke. وبعدها تريبل اتش يدخلهم على اللوكر روم عشان يتكلموا في مصالح، وبعد كده تريبل اتش خلى ريك فلير التايم كيبر المخصوص للماتش والكوتش هو الحكم. بس بالرغم من كل الصعوبات دي باتيستا كسب بالباتيستا بوم ويعد بايد الكوتش عشان يكسب الماتش. تريبل اتش وريك فلير هجموا عليه بعد الماتش. باتيستا كان على وشك ان هو يتفوق، بس تريبل اتش بلع له البيدجري عشان يدينا تمهيد ليوم الاحد.
فخلينا نروح لباكلاش. الماتش برضو كان كويس زي ماتش راس المانيا بس اقصر شويه. المهم في النهايه بتاعه الماتش تريبل اتش عمل البيدجري بس الحكم كان واقع، مايك كيودا كان واقع وتريبل اتش حاول يصحيه بس الحكم ما فاقش، فحكم تاني طلع فباتيستا غفله بسباين باستر. فتريبل اتش يبلع باتيستا ويبلع الحكم 2 في الغالي. وبعدها يزق باتيستا في الكورنر، ودي اكبر غلطه تريبل اتش يعملها لان باتيستا يبلعه الباتيستا بومب عشان يحافظ على حزامه. وتريبل اتش اللي كان متضايق يعمل بيدجري للحكم بعد الماتش. فالماتش ده كان برضو تاكيد وان هم يثبتوا باتيستا في المين ايفنت. والليله اللي بعدها إيريك بيشوف اعلن دوره الفائز بتاعها هيواجه باتيستا على الحزام. تريبل اتش هيشارك في الدوره وخصمه هيبقى كريس بنوا اللي كان عامل عقده لتريبل اتش لان بنوا كسب تريبل اتش كتير في الفتره دي. وردود افعال تريبل اتش بتحكي الحكايه كلها. وفي خلال الماتش باتيستا اتدخل بعد ما تريبل اتش وريك فلير اتكتروا على كريس بنوا. باتيستا يبلع تريبل اتش سباين باستر وبعدها يفضل يشجع ويحافظ في كريس بنوا. والتحفيز ده اللي خلى بنوا يعمل الشارب شوتر ويبقى ماسك جامد في تريبل اتش. وتريبل اتش كان بيعاني ان هو يوصل للحبال، ولما كان على وشك ان هو يمسك الحبل باتيستا شد الحبل بعيد وفي النهايه تريبل اتش استسلم، وده معناه اقصائه من الدوره من اول جوله. وفي الوقت ده تريبل اتش كان مقتنع ان باتيستا خايف من مواجهته، بس طبعا الحوار ده مش صح لان باتيستا كان عايز يعصب تريبل اتش وعلى حد كلامه فيمكن تريبل اتش مش كويس كفايه ان هو يواجهه. Maybe you're just not good enough to face me again. تريبل اتش قال ان كون باتيستا البطل لا يعني اي شيء بدون ما يمر من خلال تريبل اتش. غريبه مع انه كسبك مرتين. That title that you have sitting on your shoulder means nothing until you go through me. بس ما علينا. المهم تريبل اتش قال ان باتيستا لسه ما عملش ده وان باتيستا محتاجه بشكل اكبر من اللي هو محتاجه لان هو المقياس في الشركه دي. وقال لباتيستا سكرو يور سيلف زي الجحيم بتاعت MBC 2 كده. Well, let me smarten everybody up to one thing. It's never gonna be screw me. It's gonna be screw you. وبعدها يطلع من الحلبة بس باتيستا يوقفه ويتريق عليه ويقول له ما تخليش الباب يخبط مؤخرتك وانت طالع. Whoa, wait a minute. You're leaving. Don't let the door hit you on the ass on the way out. وان تريبل اتش بيجسد حاجة واحدة وهي ان هو سور لوزر، واحد ما عندوش روح رياضية يعني وما بيقبلش الخسارة. The only thing you define is a sore loser. وفي النهاية هو البطل وتريبل اتش مش هيعرف يعمل حاجة. And you're gonna have to face the fact. I am the world heavyweight champion. تريبل اتش يركب ليموزين ويؤمر ريك فلير ان هو يركب معاه. ريك فلير ما كانش عايز يمشي وفضل في القاعة. Rick, get in the car. Can't do that. I gotta stay here. Get this resolved. You're the franchise brother. You make this company run. I'm gonna walk it. وكريستيان يتنمر ويرازي ريك فلير، وده اللي هيؤدي لان باتيستا ينقذه الاسبوع اللي بعده. Christian manhandling. The nature of the man. Batista ran him in. Batista. With ease. وفي اللحظة دي كان باين ان ريك فلير هيتحول فيس. But I want to say thanks for last week. I think you really showed the people what kind of man you are. وبعدها باسبوعين باتيستا يواجه اللي كسب الدورة وهو ايدج. وفي الماتش ريك فلير طلع عشان يساعد باتيستا عشان يرد له الجميل بس بلع سبير. وإيدج كان على وشك انه يكسب بسبير بس باتيستا قام في اخر لحظة. وإيدج كان هيتجنن فليتا رمت شنطة الماني ان ذا بانك لإيدج وكان لسه هيضرب بيها باتيستا، فباتيستا بلعه سباين باستر وبعدها الباتيستا بومب عشان يكسب الماتش. وبعدها مزيكا تريبل اتش تضرب وتريبل اتش يطلع ومعاه شاكوش، ومره واحده ريك فلير يدي باتيستا واحده في الغالي، فكانت خدعه من تريبل اتش وريك فلير. وتريبل اتش كان طالع بيتمخطط للحلبه والبطل كان عارف اللي هيحصل له وعارف ان هو اتغدر بيه. وتريبل اتش نزل ده شماله في باتيستا وفضل يضربه عشان يفتح له دماغه. وتريبل اتش قلع التيشيرت ما كانش لابسه زي ما انت شايف هنا، وضرب باتيستا تاني بالشاكوش واداه بالقلم، وبعدها سأله لو عايز يتعارك معاه. وبعدها قال Hell in the cell، وبعدها يعمل بيدجري لباتيستا على الحزام. Hell in a cell. ورو تنتهي بحفلة استهجان عليه. فتريبل اتش حصل على فرصة كمان عشان يكسب حزام العالم من باتيستا، بس المرة دي في ماتش الهيل ان ذا سيل. وتريبل اتش في الوقت ده يعتبر ما خسرش ولا ماتش في الهيل ان ذا سيل ما عدا ماتش في ارماجيدون 2000، فكان في زي احساس ان ده زي البيت او ماتش تريبل اتش المخصوص.
هو طبعا ماتش الاندرتيكر، بس كان فيه الى حد ما احساس ان ده ماتش تريبل اتش برضه، وباتيستا طبعا وافق على الماتش ده. Triple H is not even here tonight. You tell Triple H, Hell in a Cell, I accept. والاسبوع اللي بعده دمر محمد حسان وديفاري وسابهم في حاله يرثى لها. ودي نفس الليله اللي باتيستا استعمل فيها اغنيه ايوا كولون لاول مره، وباتيستا طلع كل غضبه المدفون على 2 من اكتر المصارعين المكروهين في رو في الوقت ده. ودلوقتي جه الوقت لتوقيع العقد بتاع الماتش. الاسبوع اللي بعده الاتنين المصارعين طلعوا عشان يخلوا الماتش رسمي. باتيستا قال ان هو لازم يقتله عشان ياخد منه الحزام. You just signed your own death warrant. Good. Because you're gonna have to kill me to take this. فتريبل اتش رد بان هو لازم يقتله هو عشان يمنع ده من ان هو يحصل، وقال ان الحوار ده هينتهي في عرض فينجنس، وقال على نفسه الشيطان ومد ايده. باتيستا سلم والاتنين بقوا وجها لوجه مع بعض. وباتيستا قال ان فينجنس هو هيحط على الشيطان. At vengeance, I'm gonna kick the devil's ass. وفي الطريق لفينجنس في عرض الرو يوم 20 يونيو 2005 تريبل اتش سبب باتيستا في ماتش تاك تيم كان فيه باتيستا وشون مايكلز ضد كارت انجل وتريبل اتش، عشان يدوا احساس ان تريبل اتش ممكن يكسب الماتش. فخلينا نروح لفينجنس. الماتش جامد جدا واسطوري واحلى ماتش في ماتشاتهم، وواحد من افضل ماتشات الهيل ان ذا سيل في التاريخ، ومليان عنف وقوه كبيره جدا. فخلينا نتكلم في السريع كده. يبدا الماتش بين الاثنين يمسكوا في بعض، وتريبل اتش يبقى اول واحد يترمي على القفص. No way out. And here we go. And this man starting out. This is part of it. This is an area. This is territory. بس تريبل اتش يرد بان هو يرمي باتيستا على العمود بتاع الحلب. The animal reversed by Triple H. And Triple H. وبعد ما اتش يخبط باتيستا عشان يرشق في القفص الحديد، يطلع شنطه العده. ويطلع منها جنزير يجلد بيه باتيستا، وبعدها يخنقه ويشنقه بيه. بس باتيستا يعرف ينجو من كل ده ويعرف يفتح لنفسه مساحه، وهو اللي يجلد تريبل اتش بالجنزير، ويخبط تريبل اتش في القفص وفي العمود فوشه يتفتح. بس يعرف ياخد الافضليه بسباين باستر، وبعدها يطلع كرسي مربوط عليه سلك شائك ويدمر بيه باتيستا، ونشوف الجراح والفتحات على ظهر باتيستا والألم اللي على وشه. وبعد شد وجذب بين الاتنين باتيستا ياخد الكرسي ويخبطه على دماغ تريبل اتش، ويحك الكرسي اللي فيه سلك شائك بدماغ تريبل اتش، والدم يزيد اكتر واكتر. وبعد ما باتيستا يدمر تريبل اتش شويه بره الحلبه، لما يرجعوا الحلبه اتش ياخد افضليه. تريبل اتش يحاول يعمله بيدجري على الكرسي، بس باتيستا يصد بباك بادي دروب، وبعدها يعمل له سايد ووك سلام على الكرسي. وجي ار متفاعل جدا مع الماتش ده وبيعظم ويفخم فيه، وفي الاتنين وفي العنف بتاع الماتش. تريبل اتش يبلع باتيستا دي تي على الكرسي يفتح له بيها دماغه، وبعدها يجيب الشاكوش ويرشقه بيه في نافوخه، يثبت 1 2 بس باتيستا يفك. ولما يحاول يضربه تاني باتيستا يدي واحده في الغالي. باتيستا يروح عشان يضربه بالشاكوش، بس تريبل اتش يدي بالجنزير. وهنا يجي اصعب واكتر لحظه مقرفه في الماتش، لما تريبل اتش يطلع على الكورنر ويحاول ينط، بس يلبس في الشاكوش ويتف دم في كل مكان. وباتيستا يدمره بالسلالم الحديد بره وجوه الحلبه، بس تريبل اتش يبلع واحده تحت الحزام، وبعدها البيدجري ويثبت، بس باتيستا يفك. تريبل اتش يحاول يعمل له البيدجري على السلالم، بس باتيستا يصد بسباين باستر عليهم. ولحظة الختام العظيمة لما باتيستا يرفع تريبل اتش عشان الباتيستا بوم، وتريبل اتش في ايده الشاكوش بس مش قادر يضربه من التعب، فباتيستا يعمل له الفينش ويكسب الماتش. ماتش عظيم جدا وانصحك تتفرج عليه. وكده باتيستا ينهي العداوة دي وهو على القمة، ويكمل في طريقه للقمة اكتر واكتر. وفي الدي في دي بتاع فينجنس باتيستا قال لتريبل اتش ان العداوة دي انتهت ومد ايده، فتريبل اتش سلم عليه عشان ينهي العداوة وحضنه، وقال ان ده ايفالوشن. It's over. Damn right it's over. This is evolution, baby. وخلاص باتيستا بقى نجم وعالي قوي، وكسب تريبل اتش 3 مرات،
وفي عرض الرول اللي بعدها باتيستا اتكلم عن الماتش الهيل ان ذا سيل، وكان حاسس ان هو كان في حرب، وقال ان تريبل اتش والهيل ان ذا سيل اخدوا منه حاجه. Triple H took something from me last night. That cell took something from me that I don't think I'll ever get back. بس بالرغم من ده الموضوع يستحق، لان هو بطل العالم. You bet your ass it was worth it, and I'd do it all over again. Look at that. I am the world heavyweight champion, and it does not get any bigger than that. اما بقى في سماك داون، جي بي ال كسب ماتش عشان يبقى بطل سماك داون. حزام عمله تيدي لونج عشان بطل WWE جون سينا اللي كان في سماك داون راح رو في الدرافت، فما كانش في بطل عالم، فتيدي لونج طلع مع الحزام ومرضيش يديه لجي بي ال اللي كان هيموت وياخده. بس تيدي لونج قال له الاخبار انه اولا مش بطل سماك داون، لان الحزام ده ملوش لازمه. The bad news is, even though you won the match, you are not the SmackDown champion. What? وان جي بي ال بقى النمبر 1 كونتندر للراجل ده. وتيدي لونج بعدها يقدم بطل العالم من رو باتيستا. Everybody get ready to show your love for the final draft lottery pick and world champion Batista. باتيستا ياخد تفاعل كبير جدا وهو اخيرا في سماك داون، وجي بي ال ما كانش مصدق، وطبعا ده كان لازم يحصل عشان سينا بقى في عرض الرو، فكان لازم يبدل. وباتيستا في اول ماتش ليه في سماك داون هيواجه كريستيان، وكريستيان زي ما قلت لك في الوقت ده كان عنده شعبيه قويه جدا وممتازه، فلو كان دخل في عداوه مع باتيستا قبل جي بي ال اكيد كانت هتبقى كويسه عشان هما الاتنين مصارعين كويسين. المهم ان باتيستا عرف يدمر كريستيان ويكسب الماتش. وبعد الماتش اورلاندو جوردن وجي بي ال يهجموا عليه، بس الهجوم فشل واورلاندو جوردن بلع الباتيستا بام عشان باتيستا يبعت رساله لجي بي ال. وبالنسبه لوجهه نظر باتيستا في جي بي ال، فعشان تفهم ليه جي بي ال اتدخل في ماتش باتيستا الاسبوع اللي قبله، عشان باتيستا كلف جي بي ال ماتش ضد البلو ميني. المهم ان باتيستا قال على جي بي ال ان هو متنمر، واداله كلام فيه حكمه، وقال ان هو هيطلع من الباش بتعديل للسلوك attitude adjustment. The only thing you're walking away with is an attitude adjustment. جي بي ال بقى بعت رساله لباتيستا لما بلعه كلوز لاين فروم هيل بعد ما باتيستا كسب اورلاندو جوردن. ولما تشوف صوره جي بي ال بحزام العالم هتحسها غريبه شويه ان هو ما كسبش حزام العالم تاني، لان هو كان دايما حوالين وقريب من المين ايفنت. وفي اخر عرض سماك داون قبل الجريت امريكان باش، جي بي ال عمل احتفال لفوزه اللي هيبقى في الباش، والاحتفال ده كان على وشك ان هو يوصل ل 20 دقيقه، وده في القصه باين قد ايه جي بي ال مغرور. عمل احتفال لماتش لسه ما حصلش اساسا، بس باتيستا قطع الاحتفال ده بعد ما جي بي ال اكد ان هو هيكسب في الباش. وباتيستا ساله لو هو مدرك قد ايه شكله متخلف في اللبس ده. Do you have any idea how ridiculous you look? وقد ايه الحوار متخلف ان هو يقول على نفسه امريكا عظيم واستغفر الله العظيم ريسلينج جاد. باتيستا قال ان هو ولا واحده فيهم. Now you call yourself a great American. You call yourself a wrestling god. You're neither. I'm gonna tell you what you are. وان هو كذاب وبق على الفاضي، متنمر وزائف. You're a liar. You're a loudmouth. You're a bully, and you are a phony. ويوم الحد هيكشف جي بي ال. This Sunday at the Great American Bash, I'm gonna expose your. وسأل جي بي ال هو ضامن مكسب ضده. You've got the nerve to come out here and guarantee a victory wearing that. باتيستا أكد إن هو هيحط على جي بي ال في ثانيتين. I guarantee you, in about 2 seconds, I'm gonna whip your. وده اللي عمله فعلا. الاتنين مسكوا في بعض قبل ما يبعت رسالة لبراد شو لما يعمل سباين باستر لأورلاندو جوردن. واتريق على براد شو وسماك داون بتقفل. وبالنسبة لماتشهم في الباش فالماتش كان ممل، وكمان باتيستا ما كسبش الماتش، فما كانتش حاجه كويسه، والعرض ده عامه عرض سيء. فلو عايزين نعمل سلسله لأسوأ عروض في التاريخ فقولوا لي رايكم في الكومنتات. المهم اورلاندو جوردن اتدخل وباتيستا رفض يستسلم، بس عصبيته اتحكمت فيه وضرب الاتنين بالكرسي وخسر بالدي كيو. وده ما وقفوش وكمل تدمير في الاتنين بعد الماتش. بس بعد ما مشي وسمع ان جي بي ال كسب الماتش رجع وعمل باتيستا بام للاتنين. والحوار ده كان معناه حاجتين، ان باتيستا وحش ومحدش يقدر يوقفه، واتنين ان القصه بين جي بي ال وباتيستا لسه ما انتهتش. بس عشان الاتنين يتواجهوا في ماتش تاني جي بي ال كان لازم يكسب الاندرتيكر في ماتش نمبر 1 كونتندر، وده بالفعل اللي حصل. جي بي ال كسب تيكر في عرض سماك داون يوم 28 يوليو بمساعده من راندي اورتن. والاسبوع اللي بعده جه الوقت ان الاتنين يمضوا عقد ماتشهم في سمر اسلام. جي بي ال قال لباتيستا ان هو زيه زي الباقي هيخضع عند رجليه. At SummerSlam, you, like all the rest have, will bow at the feet of the wrestling god. وباتيستا كان منبهر من ان جي بي ال مصدق الهبل اللي طالع من بقه ده. Wow.
Do you actually believe the crap that is coming out of your mouth? وان جي بي ال دايما بياخد الطريق السهل، فجي بي ال رد بان هو بياخد الطريق الذكي. You always take the easy way out. The smart way out. وبعدها باتيستا قال ان جي بي ال مش رسلينج جاد، لا ده مزيف، You are no wrestling god. You are a wrestling fraud. ووعد ان مش هيحصل له دي كيو. وجي بي ال قال ان ده السبب الوحيد لان هو ما يكسبش الحزام، وباتيستا مضى العقد. وبالنسبه لجي بي ال كان مدي احساس ان هو اتنصب عليه، بس مره واحده النظره اللي على وشه اتحولت لابتسامه، وقال على باتيستا ان هو مغرور وغبي لان هو مضى العقد وساب خاصيه الماتش فاضيه. You cocky punk. You just signed a contract and left the stipulation blank. وساب ورا اللي باتيستا عمله ده عشان ما كانش عايز يسمع اي حجه من جي بي ال. I'm gonna leave it up to you to decide what kind of match we're gonna have. That way, you don't have any excuses when I whoop your. وجي بي ال كان بيضحك ويتريق على باتيستا عشان عمل الغلطه الغبيه دي. $1 million body nickel brain hell of an elevator apparently goes nowhere. جي بي ال فكر في شويه خاصيات قبل ما يرسع على نو هولدز بارد، بمعنى ان مفيش اي قوانين وكل حاجه مسموحه. You and I, World Championship, DC SummerSlam, no holds barred. Wow. فده كده الماتش باتيستا ضد جي بي ال في ماتش نو هولدز بارد في سمر سلام على حزام العالم. وبالنسبه للبناء بتاع الماتش فالاتنين كانوا باينين بشكل كويس، بس جي بي ال كان هو المتفوق لما ضرب باتيستا بالكرسي، وعشان هو اللي كان عنده خبره في النوع ده من الماتشات. اما بقى باتيستا كان في مدينته واشنطن دي سي، فكان عنده افضليه الارض. وبالنسبه للماتش فالماتش كان فيه شغال منه كويس، مشكلته ان هو اقل من 10 دقايق، فما كانش عندهم فرصه يعملوا حاجات كتير. وباتيستا دمر جي بي ال. باتيستا عمل له الفينش ورفض يثبت، وبلاه واحده كمان على السلالم ويثبته ويكسب الماتش ويحافظ على حزامه. ويمكن هم كانوا يستاهلوا وقت اكتر من ده، بس هم حققوا الحاجه اللي كانوا عايزين يعملوها، وهي ان هم يخلوا باتيستا يظهر بشكل قوي جدا. وبعد اداء وسيطره باتيستا تفتكر ان هو هيخش في عداوه مع حد تاني، بس في الواقع لا، الاتنين هيتواجهوا في ماتش تكساس بول روب على حزام العالم فاول عرض سماك داون ليله الجمعه، لان هو كان بيتعرض ليله الخميس، العرض اللي بتاريخ 9 سبتمبر 2005. والماتش ده يعتبر الماتش المميز بتاع جي بي ال اللي كسب فيه حزام الدبليو ضد ايدي جاريرو. هتلاقي الماتش ده في فيديو فتره ايدي جاريرو بحزام الدبليو. المهم في الماتش ده جي بي ال يبقى مسيطر اغلب الماتش طبيعي لان هو اللي عنده الخبره فيه، والماتش ده يعتبر انتهى زي بقى ماتشات البروب. الاتنين مصارعين لمسوا الكورنرات، وجي بي ال كان قريب ان هو يلمس اخر كورنر، بس باتيستا شده وبلعه سباين باستر قبل ما يلمس هو اخر كورنر ويكسب الماتش ويحافظ على حزامه. والعداوه دي عامه تقدر تشوفها لحد كبير انها عداوه من طرف واحد، لان باتيستا دمر جي بي ال واورلاندو جوردن ومبينش اي ضعف. ما كانش حد بيتفوق على الصعوبات على قد ما هو كان وحش بيسفلت المنافسين. المهم في عرض سماك داون يوم 16 سبتمبر 2005 مدير عرض سماك داون تيدي لونج والمدير التنفيذي للشبكه بالمر كانون طلعوا عشان يقدموا المنافس الجاي لحزام باتيستا. باتيستا شكر في اداء جي بي ال الاسبوع اللي قبله، بس ده كان في الماضي. دلوقتي حان الوقت للمتحدي الجديد. And I gotta give it to JBL. He gave me a hell of a run for my money. Well, that's the past. We are here to talk about the future. تيدي لونج قال ان الراجل ده واحد مشهور بهجماته الهاي فلاينج، وهو اندر دوج لاتيني، وقصته شبه ديفيد وجولايث، راجل رب اسره بيحب عائلته وبيحارب لاجل اللي بيؤمن بيه. والراجل ده هو، بس احنا ما نسمعش من تيدي لونج عشان بالمر شد المايك واعلن ان هو ايدي جاريرو، The new number one contender for the World Heavyweight Championship, Eddie Guerrero. وكان واضح من كلام تيدي لونج ان هو قصده ري ميستيريو، لان في الوقت ده ايدي كان بيحاول يدمر عائله ري، فما كانش احسن مثال لرب اسره في القصه دي. ايدي سلم على بالمر وتيدي وعرف الكل ان هو عنده تاريخ، كل الناس عارفه ماضيه والشياطين بتوعه، وكل الناس عارفه ان الادمانات بتاعته واسوأ ادمان فيهم كان الادمان بالتلاعب. And the worst addiction of them all, the worst one, was my addiction to manipulation. بس بعد الاسبوع اللي فات ووقف شويه، قال ان بعد ما اخيرا كسب ري ميستيريو لقى ادمان جديد، والادمان ده هو الاحترام، الادمان ده هو الشرف، الادمان ده ان هو يعمل حاجه الصح التاليه. That addiction is respect. That addiction is honor. That addiction is doing the next right thing. وقال على نفسه ان هو ايدي جاريرو الجديد والمحسن، وان هو خلاص بقى بيعشق الحب. I am the new and improved Eddie Guerrero. I'm not about all that anymore. I'm about love, Holmes. وشكر باتيستا على كونه النمبر 1 كونتندر لحزامه، وان هو عنده اقصى درجات الاحترام لباتيستا اكتر من اي واحد هنا، وان الحزام ده مش بس مستحق ان هو يبقى مع باتيستا، بس للمجال وللبزنس دلوقتي باتيستا عظيم، وفي نو ميرسي هو مش مضطر يكره خلاص، لان خلاص ما عادش في اي كره جواه، وان هو هيطلع للحلبة ويقدم افضل ماتش في تاريخ المصارعة من غير ما يكرهوا بعض، وهو كان عايز يثبت ان ده ممكن يحصل. ايدي جاريرو شكر باتيستا تاني، وباتيستا رد على ايدي بانه قال له هولمز، كلمة كده زي صاحبي يعني بيقولوها المكسيكيين. Eddie? Holmes? Órale, vato. وقال ان هما ممكن يبقوا اميجوس، صحاب يعني،
وفي الواقع هم التو اميجوز، زي حركة ايدي جاريرو 3 اميجوز وكده يعني. We can be amigos. Yeah, amigos. Like the three amigos, but there's only two of us. We're the two amigos. I like that. Yeah. وكمل كلامه بان كل الناس عارفة نوع الرجل اللي ايدي جاريرو عليه، وان احنا ممكن نتخيل بس نوع البطل اللي ايدي جاريرو هيبقى عليه لو كسب باتيستا. Eddie, everybody knows what kind of man you are. Now just imagine what kind of champion you would make if you could beat me. ايدي جاريرو يرد بان سواء في حالة المكسب او الخسارة او التعادل، الاتنين ممكن يطلعوا من الوضع ده صحاب او يمكن اعز صحاب. Well, win, lose, or draw, I know that me and you can come out of this more than just opponents, Bautista. Me and you can become friends. Maybe even best friends. ايدي يمد ايده عشان يسلم ويقول ان هو عايزهم يبقوا صحاب، ورد باتيستا ان الصحاب مش بيسلموا على بعض، الصحاب بيحضنوا بعض، والاتنين بالفعل يحضنوا بعض. ايدي كان مستغرب، بس باتيستا كان مبسوط من ايدي جاريرو الجديد والمحسن ده. I just want to be your friend. Friends don't shake hands. Friends got a hug. Give me a hug. What's going on? Well, the new and improved Eddie Guerrero. You're facing that one. And you said there's no more heat. والاسبوع اللي بعده باتيستا وايدي كان المفروض يواجهوا امينيم، بس ايدي كان تعبان، كان عنده تشنجات شديده، او على الاقل ده اللي بيقوله، بس هو ما كانش هيخلي ده يمنعه من ان هو يشارك في الماتش. I was doing great. Take it easy, Eddie. Take it easy. Crap. Oh God, look. وهو طلع يرجع، فده سابنا في حاله حيره عن ايه اللي بيحصل. فباتيستا قرر يتصرف ويجيب احسن دكتور في المدينه عشان يكشف على لاتينو هيت. Yeah, I heard Eddie's got a little tummy ache. But don't worry about it. We got the best doctor in town on the way. والمدرب بتاع WWE مش شايف ان في اي حاجه مش تمام في ايدي جاريرو. I'm not feeling anything. You're not feeling what, is it? There's a lot of pain there, Larry. Please. Eddie, you don't have any symptoms. I don't have any. What kind of... والمورده بتاعت باتيستا جت، وطبعا ايدي عاكسها وقال لها ان في حته معينه كده وجعاه، وكملت تكشف عليه طوال الليله قبل ما باتيستا يجيب دكتور تاني. ايدي كان متضايق من وجود باتيستا وكان متوتر، فقال ان هو حاسس ان هو احسن وجاهز عشان يواجه امينيم، بس بعدها يقول ان هو حاسس بوجع في بطنه. وباتيستا جايب دكتور حقيقي وكشف على ايدي، والدكتور ده واضح ان هو كان شايف شغله شويتين 3 يعني، لان ايدي فضل يصوت. باتيستا بقى طلع وواجه امينيم لوحده، بس ايدي طلع في اخر الماتش بعد ما خلص باتيستا كان على وشك ان هو يكسب، فايدي عمل تاج وعمل الفروك سبلاش وكسب الماتش. طبعا باتيستا ما كانش مبسوط من اللي حصل، فقرر ان هو يخلي باله ويبقى حذر منه. باتيستا شاف ايدي بياكل اكل مكسيكي الاسبوع اللي بعده، وايدي اعتذر عن اللي عمله الاسبوع اللي فات ووعد ان هو عمره ما يحصل تاني. I just wanted to apologize for last week, man. And I just want you to know, man, that that's never, ever going to happen again. وان هم في نفس الليله دي هيكسبوا عزيمه التكتيم. وباتيستا اخد اكل ايدي جاريرو عشان شكل ايدي كان لسه تعبان من مشاكل المعده الاسبوع اللي فات. Just eat this. I'm looking out for you. You had the stomach thing last week, and you're still looking kind of pale. And you're frail. You shouldn't be eating this stuff. Let me eat this for you. Look, see the ring. That's what I'm missing. All right, see the ring. وبالنسبه لماتش عزيمه التكتيم، فباتيستا كان مدمر ومسيطر الليجن اوف دوم ورود وورير انيمال وهايدن رايك، بس امينيم اتدخلوا وخلوا الماتش يخلص بالدي كيو. وايدي ضرب باتيستا بالكرسي بالغلط، كان مستهدف جوي ميركوري بس ميركوري تفاداه. ايدي اتكلم مع حبه قبل ما يرمي له الكرسي ويعمل نفسه ميت. فباتيستا يشوف جوي وهو مع الكرسي فيبلع له سباين باستر قبل ما يضربه بالكرسي. ايدي كان بيمثل ان هو موجوع، وباتيستا ما كانش واخد باله من اللي حصل. ايدي كان لسه معاه الثقه بتاعت باتيستا، بس ده هيبقى محل شكوك في اخر عرض سماك داون قبل نو ميرسي. ايدي طلع وكان بيحاول يخدع الجمهور اللي ما كانش مصدق ان ايدي اتغير فعلا. Check it out, homies. The new and improved Eddie Guerrero. وكان عمال يطبل لباتيستا لدرجه ان هو طلع لابس التيشيرت بتاعه، وقال ان هو حمى ظهره في عرض WWE هوم كومينج، وان مهما كان اللي هيحصل يوم الاحد في نو ميرسي هو باتيستا هيفضلوا صحاب. I want Bautista to know, no matter what happens this Sunday, like a true competitor, me and him will still be friends after the match. وبعدها طلع باتيستا صديق ايدي جاريرو، وكان باين ان ايدي متوتر شويه، وخلى الجماهير تشجع باتيستا بصوت عالي. Let's hear it, Bautista, one more time. Bautista, let me hear it. This is a total suck-up. باتيستا شكر ايدي وقال عليه ان هو الاميجو بتاعه. Thank you, Eddie. My friend, my amigo. You're my friend. Have you got your shirt on? قبل ما يعرض لقطات لايدي وهو بيضربه الكرسي الاسبوع اللي فات، باتيستا ادى ايدي وقت يفسر اللي عمله، وعمل نفسه برضه كانه هيستعمل الكرسي. Oh my! Oh, wait a minute now. Wait. باتيستا كان عايز ايدي يبين حقيقته، اللي هو يلا اضربني دلوقتي، وفر علينا وقت انك تعملها بعدين، فاعملها دلوقتي. There you go. Take it. There you go. What are you doing? There you go. There it is. Swing out the open, man. الكلام ده احبط ايدي، وسأل باتيستا لو هو عمل ده قاصد، وفسر ان ازاي امينيم اتفادوا الحركه، وان هو ربما كان مخطئ بشأن باتيستا، لان هو افتكر البطل زيه بالظبط.
وللحظة افتكر ان هو لقى السول ميت بتاعه، بس ربما هو مخطئ. I guess I was wrong about you. I thought you were exactly like me, man. You know, if anything, I thought I found my soulmate in you. وفسر الامور من وجهة نظر باتيستا، وقال ان هو لو هو كان في الموقف ده كان ادرك ان اللي حصل ده كان غلطة. باتيستا بقى كان عايز يصدق ان ايدي اتغير فعلا، الجماهير عايزة تصدق ان ايدي اتغير. I'll tell you what, Eddie. I'll tell you, Eddie, come on. I want to believe you've changed. I want to believe it, man. All these people want to believe you have changed. بس هو دايما حاطط عينه على ايدي جريرو، لان هو لو بيكذب عليه وهيطعنه في ظهره فهو هيأذيه. And I am always watching you. And if you try to screw me, if you're lying to me, if you stab me in the back, I'm gonna hurt you. ايدي رد بان هو ما توقعش اي حاجة اقل من باتيستا، I wouldn't expect anything less. وان يوم الحد هيثبت لباتيستا وللكل ان هو اتغير فعلا وان هو راجل جديد. But someday, I'm gonna prove to you, and I'm gonna prove to the whole world that I am a changed person, that I am a new man. وفي الليلة دي باتيستا هياخد فكرة عن الحوار ده. And tonight, you're gonna get a little taste of it. وبالنسبة للحوار ده فايدي كلف فريقه الماتش عشان فريق باتيستا يكسب. And here's the tag. Christian's legal. Christian made a tag. Eddie Guerrero. How was that? Hey, Christian, put him in air. Oh, he's legal. Batista. وهو سقف لفريق باتيستا قبل ما يرفع ايد باتيستا. وقصة الماتش كانت ان ايدي عايز باتيستا يصدق ان هو اتغير فعلا، وبعدها المصارعين الهيلز هجموا وباتيستا دافع عن لاتينو هيت. فكان الوضع غريب، اللي هو هل ايدي فعلا اتغير وهل باتيستا مصدقه وواثق فيه. فخلينا نروح لنو ميرسي. قبل الماتش ايدي اتمنى حظ سعيد لباتيستا بشكل غريب شويه او بشكل متعصب. I just got one thing to say to you. Good luck. وباتيستا برضه اتمنى حظ سعيد لايدي. Hey, Eddie. Good luck to you too, man. وبالنسبه للماتش فالماتش كويس، مش اسطوري بس كويس شغال، وكان ممكن يبقى احسن، بس على الاقل شفنا ماتش من ايدي جاريرو وباتيستا من ايفنت عرض شهري، لان ده اخر ماتش لايدي جاريرو في عرض شهري قبل وفاته. وعامه العداوه دي مسليه، ايدي كان بيحاول يكسب ثقه باتيستا عشان يستغلها كنقطه ضعف، بس يمكن مع مرور الوقت هو قرر يحافظ عليه كصديق بجد، لان ما كانش واضح قوي اللي بيفكر فيه. باتيستا كان بيستغل كونه باور هاوس، اما ايدي كان بيلعب على اخطائه، وكان مستهدف ظهر باتيستا عشان يمنعه من ان هو يعمل باتيستا بام. وايدي برضه كان بيشاور عقله يستعمل الكرسي ولا لا لما الحكم كان واقع. هو جاب الكرسي وكان مبسوط جدا. So, I told you the true colors would come out here tonight. Well, maybe you're right. The referee's been knocked down. The champion is. كان لسه يضرب باتيستا بيه بس غير كلامه ورمى الكرسي بعيد. He's gonna hit him. Oh, still tearing hand. باتيستا كان متعصب جدا. ايدي حاول يفسر اللي حصل بس باتيستا ما اهتمش. ايدي حاول يوقع باتيستا بس ده ما اثرش في باتيستا عشان كان معاه الزخم كله. وبعدها باتيستا عمل له سبير وكان جاهز يخلص الكلام. حاول يعمل باتيستا بوم بس ايدي عرف يتفاداه، وظهر باتيستا كان وجعه. وبعدها باتيستا عمل سباين باستر بس ما عرفش يثبت، ولما عرف ايدي فك من التثبيت. وايدي يرجع ب3 اميجوز، ولما حاول يعمل فروك سبلاش باتيستا بعد. وايدي بلع سباين باستر مفاجئ من باتيستا جاب لباتيستا المكسب. وبعد الماتش كان في زي موجة كده بين الاثنين، هم وقفوا وجها لوجه. الجماهير هتفت لايدي، فتقريبا في اللحظة دي الجماهير وباتيستا صدقوا ان ايدي اتغير فعلا. وايدي مدله ايده وباتيستا سلم عليه، وباتيستا بعدها ادى ظهره، وايدي ابتسم بس ده ما اداش لحاجه. بس حان الوقت لمنافس باتيستا اللي جاي، هل هيكون ايدي جاريرو برضه ولا راندي اورتن؟ بس قبل ما نعرف باتيستا بدا يظهر في رو، والسبب وراء الظهور ده هو ان ستون كولد ستيف اوستن كان خلاص عايز يسيب الشركه، والسبب ورا ده هو ان اوستن كان المفروض يخسر للكوتش في تابو تيوزداي، جولدست وفيدر هيساعدوه، بس ده برضه معناه ان الكوتش هيكسب ستون كولد ستيف اوستن. المهم في عرض الرو يوم 31 اكتوبر 2005 فينس ماكمان عرف الكل ان اوستن حصل له حادثه من نوع ما ومش هيعرف يشارك في تابو تيوزداي، وده معناه ان جوناثان كوتشمان كسب الماتش نتيجه انسحاب ستون كولد، بس ده مش معناه ان الكوتش مش هيشارك في تابو تيوزداي. وبعدها طلع منافس الكوتش من سماك داون، كان مذيع سماك داون رقم 1 فوناكي. جولدست دمره، فالكوتش بكل غرور عمل تحدي مفتوح لاي حد من روستر سماك داون ويبقى احسن من فوناكي. فباتيستا طلع والكوتش وجولدست ما كانوش مصدقين. الكوتش خطفوا ضربه في الخباثه وفيدر رجع، وهو وجولدست الاثنين اتكتروا على باتيستا وخلصوا عليه في وسط ما الكوتش كان عمال يزيط. ولما سابوا الحلبه باتيستا كان بيضحك بس وشه قلب لنظره غضب،
وهي حاجه من اغرب الحاجات ان ما كانتش اغرب حاجه في 2005. سنه 2005 دي اللي عندك فيها فينس رفض جي ار واتريق عليه على الهواء مباشره، وكان عندك ستون كولد دخل في قصه مع الكوتش فمشي، فدلوقتي باتيستا هو اللي في القصه دي. وبالنسبه للماتش في تابو تيوزداي فكان ماتش ستريت فايت وباتيستا دمرهم كلهم. الكوتش ضربه شويه بس باتيستا خلص عليه عشان يكسب الماتش. الحاجه الوحيده اللي تطلع بيها من الماتش ده هي انه ضاف لعداوه سماك داون ضد رو، وبالنسبه للعداوه دي فباتيستا كان مشارك فيها، وكمان تيدي لونج خلاه الكابتن لماتش سرفايفر سيريس التقليدي ضد رو في عرض سماك داون يوم 11 نوفمبر 2005، واربع مصارعين تانيين اتاهلوا للماتش وهم ريمستيريو، بوبي لاشلي، ايدي جاريرو وجي بي ال. ونرجع تاني لباتيستا اللي ايدج وتيم رو عملوا له فخ ودمروه في نفس الليله. وبعيدا عن القصه فده نفس الاسبوع اللي هيتوفى فيه ايدي جاريرو، وده كان اخر ماتش لايدي جاريرو وكان واجه مستر كيني. وفي عرض سماك داون اللي بعده باتيستا طلع عشان يكرم صاحبه. البرومو ده عاطفي جدا، باتيستا عمل برومو من القلب وهقول لك حبه منه. Well, Eddie, I'm sorry. I just can't help it because I just can't believe you're gone. باتيستا قال انا عارف انك مع الرب دلوقتي، بس قول عليا عيل طماع ابن، قول عليا اي حاجه عشان انا ممكن اضحي باي حاجه عشان ارجع ايدي هنا. I know Eddie's with God. But call me a selfish son of a call me anything you want because I'd give anything to have Eddie back right here. انا مفتقده جدا. ايدي جاريرو انت وحشني وانا بحبك، وهبذل قصارى جهدي عشان كل الناس دي حوالين العالم يفتكروك دايما. I miss the hell out of him. Eddie Guerrero, I miss you and I love you and I will make sure that these people everywhere around the world remember you. وفي اشاعه مش اكيده ان ايدي كان المفروض يكسب الحزام في عرض سماك داون، ده مش اكيد، وان كان ممكن راندي اورتن، بس ده برضه مش اكيد. الموضوع ان باتيستا كان محتاج يتعالج من اصابه، فكانوا عايزين حد يقود سماك داون لحد راس المنيا 22. وعامه ايدي كان المفروض يواجه شون مايكلز في منيا 22، وكانت خساره كبيره اننا ما حصلناش على الماتش ده عشان كان يبقى ماتش اسطوري جدا. المهم في الطريق لسرفايفر سيريس باتيستا ما كانش عارف يلاقي فورمته، وبلع شوك سلام من كين والبيك شو على ازاز عربيه في عرض الرو يوم 21 نوفمبر. Oh my God. Oh my God. عارف ياخد حقه في نفس الليله، بس اتدمر برضه في عرض سماك داون اللي بعده على ايد ابطال العالم للفرق كين والبيك شو لما بلع شوك سلام على ترابيزه التعليق. واللي حصل ده هيأثر على اداء باتيستا في الماتش، لان كين والبيك شو برضه كانوا عارفين يتعاملوا معاه وبلعوا شوك سلام، وبسبب الاصابات ما كانش في فرصه ان هو يفك. وعامة فريق سماك داون كسب الماتش ده بعد اداء اسطوري من راندي اورتن. قولوا لي لو عايزين نعمل فيديو عن عداوه رو ضد سماك داون في 2005، لان انا بحب العداوه دي جدا عن نفسي. وفي عرض سماك داون اللي بعد سرفايفر سيريس البيك شو كين بداوا يتنمروا على ريمستيريو بعد ما جي بي ال ساب ماتش التكتيم بتاعه مع ري. وفي اللحظه دي ري كان محتاج مساعده جدا من جي بي ال، بس جي بي ال ما رجعش بعد ما الحكم خبطه في عينه. البيك شو كين دمروا ريمستيريو وكانوا عايزين يخلصوا عليه خالص، بس باتيستا طلع عشان ينقذه. الاتنين زقوا ريمستيريو بعيد واستنوا باتيستا، ولما طلع بطوله دمر كين والبيك شو وبعتهم لرو. وباتيستا لما تشوفه تحس ده اخ ريمستيريو الكبير. وبعدها الماتش اتعمل لارماجيدون باتيستا وريمستيريو ضد البيك شو كين. بس قبل الماتش ريمستيريو وباتيستا حصل على فرصه لعزيمه التكتيم ضد امينيم في عرض سماك داون يوم 16 ديسمبر 2005. بس قبل الماتش ميلينا راحت اوضه باتيستا وما كانت هتعمل له جميله وتروق عليه لو انسحب من الماتش، وبعد كده عرفنا ان باتيستا وافق. وبعد ما خلصوا ميلينا فكرته بالاتفاق وقال لها اتفاق؟ انهي اتفاق؟ مفيش اتفاق. وميلينا كانت متعصبه جدا لان هي ما كانتش مصدقه ان هي عملت اللي عملته، وفي الاخر باتيستا رفض الاتفاق، وباتيستا قال ان هو هيقتل الشباب دول. وبالنسبه للماتش فرجاله ميلينا حاولوا يحافظوا على الاحزمه، وميلينا كانت محرجه جدا من ان هي تبقى بره، بس ري وباتيستا بالذات باتيستا كان معاهم الزخم كله ودمروا امينيم عشان يكسبوا عزيمه التكتيم ويخلوا ماتش ارماجيدون ماتش ابطال ضد ابطال. وبالنسبه للماتش ده فالماتش ده ما انتهاش بشكل كويس لريمستيريو وباتيستا، لان ري وباتيستا ما عرفوش يوقفوا الوحوش كين والبيك شو. كين والبيك شو كسبوا بس ما كسبوش بسيطره قوي، لان هم محتاجوا يدمروا باتيستا عشان يتفردوا بريمستيريو عشان يكسبوا الماتش. المهم في عرض سماك داون يوم 30 ديسمبر 2005 ميلينا قالت ان هي رفعت قضيه تعدي جنسي على ديف باتيستا. الجماهير كانت بتستهجنها وهي كانت بتعيط، وادعت ان هي قالت لباتيستا ان هو يوقف بس هو ما عملش كده، وادعت برضه ان باتيستا استعمل قوته وتاثيره عشان يجبرها ان هي تخش في علاقه معاه. ونصرة باتيستا العامه دلوقتي لواحد تم تبرئته وهي حصل لها تروما للابد. وبعد كده في نفس الليله باتيستا رد على الاتهامات دي بان هو مش قلقان، وان الحاجه الوحيده اللي شغلاه هو ان هو يدافع عن احزمه التكتيم. وفي الماتش ده باتيستا كان في حاله هجوم والحكم كان واقع، ومره واحده اكتر عوده عشوائيه تحصل. مارك هنري رجع بعد غياب سنتين عن المين روستر.
هنري بلع له وورلد سترونجست سلام، ميركوري ثبت وكسبوا الماتش. وإمينيم رجعوا ابطال التاج تيم تاني، وتقريبا دي كانت خطه ميلينا طوال الوقت. جابت مارك هنري عشان يدمر باتيستا ويساعد الشباب عشان يكسبوا الاحزمه، وبرضه جابت مارك هنري عشان يدافع عنه، وهي برضه فضلت تدعي ان هي ضحيه. وباتيستا اخيرا رد ونفى الاتهامات دي وقال ان هو بريء، وان دي اتهامات خطيره، وان هو عمره ما يجبر نفسه على مرأة. مارك هنري بعدها دخل لباتيستا في اللوكر روم، وكان عايز يعرف ايه مشكله باتيستا، اللي هو انت استغلت ست بريئه. I mean, exactly. What is your problem? You take advantage of an innocent woman. وسأله لو مارك هنري هو اللي استغله هيبقى ايه شعوره. باتيستا قال ان ده مش المكان والزمان الا لو مارك هنري عايز، ولو مش كده يبقى مارك هنري يغور من وشه. Mark, this isn't the time or the place unless you say this. If not, get out of my face. وفي نفس الليله دي باتيستا وري ميستيريو هيستعملوا حقهم في ماتش اعاده ويلعبوا ماتش ستيل كيج ضد إمينيم، والماتش ده برضو ما يخلصش بدون حوارات. مارك هنري طلع وكان المفروض ينتهي بسرعه، بس في خلال التسجيل بتاع سماك داون كان في مشاكل. مارك هنري كان المفروض يكسر الجنزير بايده عشان يخش القفص، فالموضوع خد حبه وقت على ما كسر الجنزير ويخش القفص، وهو دخل بعد ما فك الباب. واستعمل الباب ده كسلاح ضد باتيستا. باتيستا اغمى عليه وإمينيم حافظوا على هزيمتهم بمساعده مارك هنري، وطبعا دي كانت فرحه كبيره لميلينا. وللاسف ده بقى اخر ظهور لباتيستا كبطل على التلفزيون، لان بعدها في يوم 8 يناير 2006 باتيستا هيتصف الترايسبس، هيحصل له قطع فيها في ماتش ضد مارك هنري برضه. فده معناه حاجتين، اول حاجه ان باتيستا المفروض يغيب 8 شهور، وتاني حاجه هي ان باتيستا المفروض يتنازل عن حزامه اللي ما خسروش. في عرض سماك داون يوم 13 يناير 2006 باتيستا طلع عشان يقول اللي حصل في اول الاسبوع، وقال ان هو خد قرار، واتكلم عن الماتش ضد مارك هنري وان ازاي حصل له اصابه، وقال ان الاصابه دي شديده لدرجه انها تمنعه من المشاركه لفتره غير معلومه. But this is a severe injury that I will not be able to work through. It will require a surgery that will leave me sidelined indefinitely. وقال ان كل مره بيعدي بيها من الستاير بيبقى في منتهى السعاده. I've enjoyed every second of this ride. Every time I walked through that curtain it was a thrill in my life. وان هو كان ولسه فخور بان هو يمثل بطل عالم للجمهور. I was proud to be champion. I am proud to be champion. I was proud to represent you people. I was proud to represent this company. وقال ان الموضوع كان شرف وفخر ليه ان هو يتبع التقاليد، وانه يتبع رجاله زي ريك فلير، هارلي ريس، تريبل اتش، داستي رودز. It was my pride, my privilege, my honor to follow the great tradition. Men like Ric Flair, Nature Boy, Harley Race, Triple H, Dusty Rhodes, the American Dream, baby. باتيستا قال ان هو عايز يبقى بطل مقاتل، ما كانتش فرق البيج شو من ايدي جاريرو، هو هيواجههم كلهم. I always wanted to be the kind of champion to come out here and defend my title against whoever, no matter how big, how small, from Big Show to Eddie Guerrero. I love you, Eddie. وبما ان هو مش قادر جسديا يعمل ده، وده الحاجه الصح اللي تتعمل، فهو ما عندوش اي خيار تاني غير ان هو يتنازل عن حزام العالم للوزن التقيل. I have no choice but to surrender the World Heavyweight Championship. وان عشان تبقى البطل او الراجل يعني لازم تكسب البطل. To be the man you gotta beat the man. I'm gonna steal a line from my friend and my mentor. To be the man, you gotta beat the man. ووعد ان هو يستعيد حزام العالم تاني. I will reclaim that title. I will be World Heavyweight Champion again. اما بقى تيدي لونج كان عايز ارث الحزام يكمل، وعمل باتل رويال على الحزام في نفس الليله، والباتل رويال دي يكسبها كيرت انجل. وبس دي كده فتره باتيستا بحزام العالم، والصراحه هي فتره ممتعه جدا، فيها احداث كتير وعداوات ممتعه، يعني عداوه مع تريبل اتش فيها ماتشات قويه، عداوه مع جي بي ال، وحتى عداوه قصيره مع ايدي جاريرو. فانا شايفها فتره عظيمه وحطت باتيستا على قمه الشركه، يعني هو ممكن يبقى الاول او الثاني ورا جون سينا على حسب اختلاف وجهات النظر، وكمان كسب هزيمه التكتيم مع ريمستيريو. فكانت فتره ممتعه وانا عايز اعرف رايك فيها، وهل بتحبها ولا لا. وما تنساش لو عجبك الكلام ادي لايك وادي سبسكرايب، وسيب رايك ازاي نطور المحتوى ورايك في الفيديو، والسلام عليكم.